تفخر وتعتز ساكنة المدينة الحمراء مراكش بالزيارة الملكية الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يحمل في ركابه كل الخير والبركة أينما حل وارتحل، بمشاريع ومنجزات تعود بالخير العميم على الساكنة وتفتح أمامها آفاقا واعدة للنهضة والتطور والتنمية المستدامة، ومضاعفة إشاع وجاذبية عاصمة النخيل السياحية على الصعيد العالمي. من المشاريع الكبرى التي أنجزت بالمدينة الحمراء المحطة الجوية الجديدة لمطار مراكش المنارة، والتي تعتبر بهندستها المتميزة وطابعها المعماري الخاص آية في الروعة والجمال وتحفة معمارية أصبحت بفضل هذه المنشأة الجديدة تضاهي أجمل المنشآت المطارية في العالم. محطة جوية جديدة محورها إرضاء المسافر بخدمات عصرية حديثة تعتمد تكنولوجيا جد متطورة ومستقبلية لضمان جودة الخدمات بفضاءات واسعة وعرض متنوع من الخدمات ومنهجية تحترم البيئة. يشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشين هذه الأيقونة المعمارية الفريدة من نوعها، المحطة الجوية الجديدة لمطار مراكش المنارة، لتنضاف إلى سلسلة المعالم المعمارية والحضارية المتميزة التي تحفل بها مراكش القديم منها والحديث، لتنصهر كلها في بوتقة واحدة تضفي المزيد من الوهج والبهجة والجاذبية على المدينة الحمراء، قطب السياحة الوطنية والعالمية وعاصمة المؤتمرات العالمية بامتياز. مشروع وازن تطلب استثمارا إجماليا قدره 1,220 مليون درهم، وقد أنجز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين مراكش من مطار حديث وعصري يستجيب للمعايير الدولية، بما من شأنه الاستجابة للنمو المتزايد لحركة المسافرين ومصاحبة الطفرة السوسيو اقتصادية والسياحية التي تشهدها مراكش وتعزيز صيتها العالمي الراسخ. وقد أحيطت عناية خاصة أثناء تجهيز المحطة، سواء فيما يتعلق بالرؤية الهندسية للبناء أو من خلال اعتماد البساطة من أجل توجيه سلس للمسافرين داخل المطار بتوفير فضاءات مهيئة لتفادي الاكتظاظ والتلوث البصري والسمعي. فالبهو العمومي للمحطة وهو فضاء فسيح يمتد على مساحة 5000 متر مربع، قد تم تجهيز مدخله بقبة زجاجية كبيرة بقطر 45 متر وعلو 30 متر، وبهيكل معدني ذي دعم ذاتي متكون من زجاج ثلاثي. كما تضم البنية الجديدة فضاءات للعرض يقام بها حاليا معرضان حول مواضيع ذات الصلة بالمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية كوب 22، التظاهرة العالمية الناجحة التي احتضنتها مراكش شهر نوفمبر الماضي. ويتمحور المعرض الأول حول يونسكو جرين سيتيزن دعاة التغيير، والثاني يضم 50 لوحة تشكيلية للفنان المغربي مصطفى الأنصاري، والتي يتمحور موضوعها حول الأرصاد الجوية. أشغال توسيع مطار مراكش المنارة تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمكتب الوطني للمطارات، والتي تروم تعميم الامتثال للمعايير الدولية من حيث تدفق حركة الطيران الجوي الدولي والسلامة الجوية والأمن بالمطارات وجودة الخدمات. وقد همت أشغال التوسعة بناء محطة جديدة تبلغ مساحتها 57 ألف متر مربع، وتوسيع موقف الطائرات الذي أضحى بوسع استقبال 12 طائرة إضافية من الحجم المتوسط، بحيث ستتيح هذه التوسعة رفع الطاقة السنوية للاستقبال بالمطار إلى 9 ملايين مسافر عوض 3 ملايين حاليا. فمطار مراكش المنارة يعتبر ثاني بوابة جوية بالمملكة، وبالتالي فالمحطة الجديدة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينها ستمكن من الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمطار وتطوير جودة الخدمات المقدمة به خلال العشرية المقبلة، ليرسخ العزم القوي على جعل مطار مراكش المنارة دعامة أساسية لتعزيز جاذبية المدينة الحمراء.
وسعيا إلى جعلها تلبي حاجيات وانتظارات المسافرين المغاربة والأجانب. فالمحطة الجديدة تتوفر على تجهيزات تكنولوجيا حديثة تستجيب للضوابط الدولية المعمول بها في مجال السلامة والأمن وجودة الخدمات، وعلى هندسة معمارية تتيح تثمين الفضاءات من أجل بلوغ تدبير سلس للمسافرين داخل فضاءات واسعة ومجهزة بأحدث التجهيزات المبتكرة. وهو بحق فضاء للعيش بفضل المقاربة المعتمدة والتي تستجيب لنمط الاستهلاك الجديد للمسافرين، وذلك بتخصيص مساحة واسعة للتسوق والخدمات ومنطقة للتجارة معفية من الضرائب، تحتوي في جانب منها على جناح خاص بمنتوجات عدد من الجمعيات التضامنية والمدرة للدخل، في إشارة قوية للمقاربة الناجحة التي تعتمدها بلادنا بفضل العناية الملكية الدائمة لدعم المقاولات الصغرى والفئات ذات الدخل المحدود وتمكينها من فضاءات لعرض وبيع منتوجاتها المجالية المحلية، والتي تلاقي إقبالا منقطع النظير من طرف المستهلك المحلي والسائح الأجنبي. محطة جوية جديدة بمطار مراكش المنارة بمواصفات تكنولوجية حديثة، محطة تتميز باحترامها للبيئة ولمبادئ الاستدامة، بحيث تم توظيف تقنيات مبتكرة لتنظيم درجة الحرارة الداخلية للفضاءات وتحديد الطاقة المخصصة للإنارة وتجميع مياه الأمطار، بغية استخدامها في ري المساحات الخضراء وفق رؤية طموحة واستشرافية للمستقبل. ووفق هذا المنظور المحترم للبيئة، تعتمد المحطة كذلك على برنامج للتحكم في التأثيرات على البيئة الخارجية من أجل تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما تم تجهيز مرافق المحطة بواجهات مزدوجة تمكن من تعديل الحرارة دون عزلها ومن تصفية الهواء وتوزيعه دون تحجيم حركيته. وفي مجال العمارة الصديقة للبيئة، جهزت المحطة بفضاء عازل يعمل على تعديل درجة الحرارة داخل الفضاءات الداخلية بهدف توفير الطاقة وتجنب ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، والتقليص بذلك من الحاجة لاستعمال المكيفات الهوائية المستهلكة للطاقة الكهربائية. تعتمد المحطة أيضا على نظام آلي لإخماد الحرائق في المنطقة المخصصة لمعالجة الأمتعة في المستوى تحت أرضي طبقا للمعايير المعتمدة دوليا. تجهيزات ومعدات حديثة وعصرية تستجيب للتزايد الملحوظ في حركة الملاحة الجوية بمطار مراكش المنارة، الذي شهد ما بين سنتي 2012 و2015 نموا متواصلا في عدد المسافرين، أرقام تفسر الإقبال المتزايد الذي تعرفه المدينة الحمراء من لدن السياح المغاربة والأجانب بفضل مؤهلاتها الحضارية والثقافية الضاربة في أعماق التاريخ، وبفضل بنياتها السياحية التي تبوئها مكانة مرموقة على الصعيد العالمي.